تعالوا نجرب بطريقة عملية كيف بنطلع من لون الشعر الأسود، خصوصي إذا كنتي دايما عم تصبغي أسود أو عم تستخدمي الخلطات العجيبة اللي بتكون بين عشبة بين حنة سودا بين صبغة بين مثلا هي الشامبوات اللي نازلة جديد اللي بتكون شامبو بنفس الوقت بتصبغ اللون. كتير ناس بتستخدم الشامبو تبع اللون الأسود، خصوصي إنه تجيني كتير رسايل بدي أطلع من اللون الأسود بدون سحب لون، بكل ثقة بدون سحب لون. طيب هو خليه يطلع بسحب اللون بيكون كتر خير الله. ما بتعرفوا قديش اللون الأسود صعب بسحب اللون، وكمان حسب نوع الشعر، يعني في ناس بيزبط مع سحب اللون، بس عم نحكي بشكل عام اللون الأسود بيعلق بالشعر وكتير صعب يطلع، ولما بتفتحي بيطلع لون أحمر كتير قوي. لهيك أنا ما بنصح إنه تستخدمي الصبغة السوداء. وهلأ رح تشوفوا بطريقة عملية خطوة بخطوة. صبغت خصلة شعر بهذا الشامبو اللي هو بيعطي لون أسود، هو مثل الشامبو هيك قوامه كتير خفيف، بس الفرق إنه تركته على الخصلة 35 دقيقة مثل الصبغة العادية، وهيك طلع اللون أسود. قبل شهر صبغت هاي الخصلة وهلأ عم بشتغل عليها. الخصلة أصلا مصبوغة بني غامق، وأنا فرقتها وفتحت الجهة تبع البني وصبغت الجهة التانية أسود. بدنا نبلش بالبودرة البيضاء لأنها أخف ضررا مع الأكسجين 20، والعيار كل مكيالة بودرة بتحطي مكيالتين أكسجين. أنا هون عندي خصلة صغيرة فبدي أخلط خلطة صغيرة. انتي إذا بدك تشتغلي على كمية أكبر بدك تزيدي، لهيك أنا جبت أصغر مكيال عندي. خلطت هون الخليط كتير منيح وبدي وزعه على الخصلة، واستنى لشوف النتيجة بعد ما صبغنا الشعر باللون الأسود، لنشوف إذا البودرة البيضاء قادرة إنها تعمل شي للشعر الأسود. رح حط عيار 45 دقيقة وبستنى لشوف شو رح يصير. هون بعد 15 دقيقة ما في أي تفاعل مع الشعر. باقي 11 دقيقة، يعني في شي هيك كتير بسيط. رجعت حركته مرة تانية وحطيت شوي. هون خلص الوقت 45 دقيقة. تخيلوا هيك النتيجة بعد 45 دقيقة من سحب اللون بالبودرة البيضاء. وهلأ رح تشوفوا بعد ما نشفف الخصلة كيف رح يطلع اللون، لتعرفوا كيف اللون الأسود بيشتغل مع الشعر. هون أنا عم جفف وما بدي أقطع الفيديو لتشوفوا النتيجة بعينكم. هلأ تقريبا جفت بنسبة 90%. هيك شكل الخصلة تخيلوا بعد 45 دقيقة من سحب اللون. فعم تشوفوا إنه كتير لون أحمر كتير قوي وكأنه باذنجاني، يعني هيك فرقت، يعني ما بعرف شي هيك درجة أو شوي أكتر. رجعت رح أحط بودرة زرقاء مع أكسجين 30 ولنشوف شو بدها تعمل البودرة الزرقاء بعد التفتيح الأول، يعني هذا التفتيح الثاني على نفس الخصلة. هون رح أعير كمان 45 دقيقة، بس البودرة الزرقاء بدك تغطيها لأنه هي بتحب حرارة. البودرة البيضاء بتحب الهواء ما بتحتاجي تغطيها. هون عم راقب الخصلة وعم استناها لتخلص. هون خلص الوقت وبدي أغسل الخصل ونشفها لفرجيكم كيف طلع اللون. فتخيلوا اللي بتقلي بدي اطلع من الاسود بدون سحب لون، او اللي بتقلي بدي اطلع من الاسود للبلاتيني. يا ستي تعي شوفي العملية كيف بيطلع اللون الاسود. فيه كتير شعر بيعلق فيه اللون الاسود كتير صعب يطلع. فهلا عم جفه كمان بدي فرجيكم كيف طلع. فتح تقريبا درجتين بس طلعوا قديش الاحمر قوي، كتير قوي الاحمر. يعني شوفوا الفرق بينه وبين البني، يعني هديك الخصلة الجهة التانية كانت مصبوغة بني غامق، لما فتحتها طلعت نحاسة عادي. فينا نصبغ بنيات حلوة. هلا راح اصبغ لكم الخصلتين. هاي الصبغة ويلا كولستون بيرفكت 6.0 مع أكسجين 20. بدي أصبغ الجهة اللي كانت بني غامق وفتحتها وهلأ نحاسي لونها. جهة الشعر الأسود اللي سحبنا اللون مرتين بدي أصبغ شوكولا إكسترا لأنه الأحمر كتير قوي، وبدي أحط مصحح أخضر، ولأني عم بستخدم بس لخصلة نقطة أخدت معه وعم حط له كمية كتير صغيرة لأنه الخصلة كتير رفيعة. رح حطها تقريبا بوقت 35 دقيقة بيكون كافي، خصوصي بعد سحب اللون الخصل بتشرب الصبغة منيح يعني. فأنا عم بعمل هيك لفرجيكم إذا فرضا أنتوا عملتوا هاي القصة تبع سحب اللون وإذا صبغتوا ألوان بعدها شو بيطلع اللون وكيف يطلع الشكل. إذا طلعتي من الأسود اطلعي على بنيات طبيعية لحتى يمشي الحال معك.
وبيضل بيعطيكي انعكاسات أحمر، يعني ما راح يختفي تماما، بس هينا عم نحاول نظبط اللون. هلأ طلع لونه شوي مقبول، في شوية بنيات، بس كمان عم يعطي على لون شوي انعكاسات أحمر، بده أكتر من مرة ينصبغ لحتى يزبط اللون. بس شوفوا لي الفرق لما نصبغ لون أو نسحب لون خصلة بتكون مصبوغة بني، بينسحب اللون بصير عن حاسي. طلعوا قديش فرق لما تصبغي مثلا درجات الستة، يعني واو شو حلو طلع اللون. الأسود لا بيعلق فيه، بضل لون أحمر كتير قوي، بيعطيكي لو صبغتي لو بدك تطفي اللون بضل اللون الأحمر هو اللي يعطيكي أكبر انعكاس بشعرك. بده أكتر من صبغة وأكتر من مرة ليزبط. طلعوا من فوق كيف الخصلة هي أصلا كانت مصبوغة بني، لهيك أنا فتحت نص والنص الثاني صبغته أسود لفرجيكم إذا بتصبغي بني قديش فرق عن الأسود. مثل ما شفتوا الخصلة كانت نصها كان بني غامق، أنا كنت ساحبة لونه لما طول الفيديو. شفتوا قديش بسهولة أخدت اللون وطلع اللون كتير حلو. وشفتوا بعينكم كيف اللون الأسود طلع معنا أحمر كتير قوي، بيعطي كمان على بتنجاني، يعني مش إنه أحمر فاتح أو حتى نحاسي. إذا قررتي إنك تصبغي أسود كفي عليه طول الوقت أو طول حياتك. لهيك دائما بنحذر إنه ما تصبغي اللون الأسود. اللون البني الغامق كتير بيخدمك وبيعطيكي تقريبا نفس اللون الأسود، بس بيفرق معك كتير بقصة سحب اللون. بتمنى تكونوا استفدتوا وبشوفكن الفيديو الجاي.